بطولة الموسم اللي تعدى عرفت منافسة عليها من 3 فرق، لكن في الأخير فاز النجم الساحلي باللقب، وتبقت المنافسة بين كل من الترجي والنادي الصفاقسي على المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة الأبطال الإفريقية. نتائج جولة البارح خلت الترجي هو اللي كمل ثاني تعادلوا في قفصة قدام القوافل دون أهداف. الترجي اللي عمل موسم باهي مع عمار السويح لعب لاخر لحظه على البطوله، لكنه في النهايه خسر اللقب واكتفى بالمرتبه الثانيه. لكن هل ارضات النتيجه هذه المدرب عمار السويح؟ الصحيح هو من اول جلسه مع اداره النادي ورئيس محمد المدب الشامبيونات كان جات مرحبا بها، ما جاتش دوزيام بلاس سي ان اوبجيكتيف معناها لاباس به. قمت بمهمتي، يظهر لي ضميري مرتاح، اجتهدت. اذا تحب تقييم منطقي معناها اوبجيكتيف باركور لاباس به من ناحيه ثانيه تحب كيفاش خديت الفريق. المرحله الثانيه خديت فيها الفريق معناها نفس الشيء تسمى حاجه ايجابيه. صحيح الترجي ما هزش البطوله، لكنه خرج بمجموعه ارقام مميزه مع نهايه الموسم. شو البيلون كونتابل معناها على المستوى الحسابي، معناها فريق يعمل 23 انتصار، 4 هزايم ممكن فيهم هزيمه ولا 2 كنا قادرين باش نتفاداوهم، 60 هدف مسجل دونك في اول هجوم. اجمالا الحصيله ايجابيه. المرتبه الثانيه كما يقولوا فرحتنا، لكن كنا معناها طامعين ان نكونوا في ترتيب افضل. تجي تقارن بين عام ناول وسنه تلقى لي سنه تحسنا مليح وفريق جديد في 8 اشهر ما صعيب باش تلقى الاوتوماتيزم، اما الاوتوماتيزم ما جات والحمد لله. يعني عملنا باركور باهي، كاو ما جاتش الشامبيونا وكاو ان شاء الله ربي معنا. المرتبه الثانيه بفريق صغير برشا في المستوى العمار نتاعو، اللي ما تنجمش تطلب منه، يعني مجموعه عندها اول عام تلعب مع بعضها، مستوى العمار صغير برشا، ما تنجمش تطلب منها اكثر من هكا. جزيان بلاص باهيه تعاوننا، كانت فادينا برشا هزائم، كنا نكملوا الولا. اذا كان الترجي على الاقل عوض خساره البطوله بضمان المشاركه في الشامبيونز ليج الافريقيه. مع نهاية الموسم الترجي ثاني والسي اس اس في المرتبة الثالثة، لكن هل تعكس النتائج هذه المستوى الفني اللي ظهروا به زوج جمعيات في الموسم الحالي، ولا كانوا يستحقوا نتيجة أفضل من هكا؟